ازيكم اعزائي المشاهدين، رجعت لكم تاني فيديو جديد. جاي النهارده اكلمكم عن محمد صلاح. هكلمكم عن محمد صلاح مش من الناحيه الكرويه، لا، انا جاي النهارده اكلمكم عن محمد صلاح وعن تاثيره على السياحه في مصر، وده لكونه رمز مصري عالمي ذو تاثير جبار واسع النطاق على الصغير والكبير. مو صلاح او ايجيبشن كينج زي ما مشهور بكده عالميا، وسبب انه عنده شعبية وشهرة كبيرة حول العالم، واكيد اقل وظائفها انه لما يجي يتكلم عن حاجة اكيد العالم كله هيلتفت لها، وبالتالي فهو بيساهم في الترويج عن السياحة في مصر بشكل كبير جدا. يعني واحدة من اقل الامثلة انه لما ينزل اجازة في مصر وينزل صورة وهو واقف على شط من شواطئ الغردقة ويكتب بس على الصورة ايجيبت. انتوا عارفين الصورة دي بتعمل ايه في الغرب؟ غرب ده ايه؟ انتوا عارفين الصورة دي بتعمل ايه في العالم كله؟ وفي حقيقة الامر دي بتكون رسالة موجهة ان مصر بتمتلك اجمل المناظر الخلابة في العالم. فحاجة بسيطة زي دي بيكون ليها تأثير ومردود ايجابي كبير جدا. نيجي بقى لمثل قوي تاني، وهو الاعلان اللي نزل السنة اللي فاتت عن شركة بيبسي، فاكرينه؟ اللي هو اتصور في اسكندرية ده. والاعلان ده احسن من اي حملة اتعملت في الترويج عن عروس البحر المتوسط الاسكندرية. وده ليه؟ لانه ركز فيها على حتت معينة خاصة باسكندرية بس. يعني مثلا جاب في الاعلان الكورنيش، البحر، المراكب، الترماي، التكوسة الصفرة دي بتاعت اسكندرية، وكمان الاكلات الشعبية زي الكبدة والحواوشي والذرة المشوي طبعا، والكشري. الكشري يا جماعة يعني حاجات مصرية اصيلة. وفكرة انه بيشارك الحاجات دي كلها مع لاعب اجنبي كأنه بيعمل له تور يعني في البلد، ده اكبر ترويج سياحي في الجون، يعني انتوا فاهمين؟ وغيرها امثلة تانية كتير. نيجي بقى للميزة التانية اللي بيقدمها محمد صلاح لمصر، وهي تحسين الصورة الذهنية عن مصر، وده من خلال الصورة الإيجابية اللي بيروج بيها عن مصر، غير طبعا الصورة السلبية اللي ممكن تكون موجودة عند بعض الناس. تاني حاجة انه بيشجع الناس تزور البلد. تالت حاجة انه بيعرف العالم بمصر، وخصوصا الاجيال الجديدة اللي ممكن ما تكونش تعرف مصر دي موجودة فين على الخريطة، لدرجة ان دلوقتي بقى يعرفوا مصر دي مشهورة بالاهرامات ومحمد صلاح. وده طبعا ما يغنيش ان مصر مليانة بالاثار والحضارات على مر العصور. تعالوا بقى اقول لكم على الميزات التانية اللي موجودة في ان تأثير محمد صلاح بيوصل للمستثمرين حول العالم، وبيشجعهم ان هم ييجوا يستثمروا في بلد عظيمة زي مصر. ومش بس كده، ده اكيد بيخلق فرص عمل جديدة للشعب المصري. يعني مثلا هقول لكم على مقالة انا قريتها على اللينكد ان. المقالة دي كانت بيوجهوا فيها دعوة لمحمد صلاح بان هو يكمل ترويج على السياحة في مصر، وان هو يساهم في بناء واقامة منتجعات وفنادق في مصر، وتكون السلسلة دي خاصة بمحمد صلاح وتكون على اسم محمد صلاح، زي الفنادق اللي معمولة لكريستيانو رونالدو اللي هي تحت اسم CR7. تبقى نفس الفكرة، وفكرة ان اسم محمد صلاح هيكون على اسم الفنادق او المنتجعات دي، ده اكبر ترويج ليها في حد ذاته. وطبعا دي تبقى حاجة جميلة قوي لو اتنفذت، وفعلا هتفرق جدا في مصر. ميزة كمان هكلمكم عنها وهي الشعور بالفخر. وجود محمد صلاح بيدينا احنا المصريين الفخر، وده بيثبت للعالم كله ان مصر عندها استثناءات مختلفة في كل حاجة، وان زي ما في العالم ميسي وكريستيانو، في برضو مو صلاح ايجيبشن كينج. وفي النهاية احب اقول لكم ان مصر كصورة نمطية كانت معروفة بالاهرامات، دلوقتي مصر معروفة بالاهرامات ومو صلاح. يعني نقدر نقول باختصار وبشكل مريح ان مو صلاح هو الهرم الرابع لمصر. ولو انتم وصلتم للدقيقة دي في الفيديو، احب اشكركم جدا على المشاهدة، واتمنى اعرف ارائكم باللايكات والكومنتات. لو عايزين نتكلم عن موضوع معين ياريت تكتبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.